ايش قصتك مع اللهجات وليش تتكلمين ليش تتكلمين لهجات كثيرة؟ ما ادري بس اقول لكم على شيء، انا انسانة جدا احب الثقافات عامة واحب الثقافات العربية خاصة، فاي شيء عربي اي شيء ينطق بالعربية يخصني، ما دخلي كذا الشرق العربي، المغرب العربي كله احسه من غربه لشرقه كذا، احبه يخص كذا. فشيء لما انت تكوني تحب الشيء تتعلميه، تاخديه، تحبيه بلهجاته، بلغاته، بأكلاته، بموسيقته، برقصاته، بلبساته. أحب اللهجات كلها، عشان كذا يعني أنا إنسانة بحب الوطن العربي بصفة عامة. بالسوري يعني عم بتفرج كتير مسلسلات، كان أول شيء تفرج على بالحارة، وهلا صرت لصاحب سوريين لهيك يعني سوريتي صارت عم تتحسن، صارت يعني عم بقدر حاكي ناس بشكل أحسن. يعني قبل كنت بس يعني بدي أحكي سوري معكم، بس أنا صرت أحكي مع سوريين، أنا عندي رفقات سوريين كمان. طبعا ما تسألونيش كيف تعلمت ليبي، لأن الليبي قصدي لهجة أنا نضت بها. أوكي، أول لهجة تعلمتها يمكن تقريبا يعني أكثر من لهجتي أنا الأساسية. الليبي يعني قصدي قصة حب عشق معاه، ما يسألني حد، ما حتى يجي حد يقول لي ما تتكلميش لهجتنا، بنتكلم لهجتكم أمكم. أمزح أكيد طبعا لا، بس اللي قاعدين يسألوني كيف تعلمتي سعودي، والله ما أدري يا جماعة. يعني لا عندي ولا رحت السعودية من قبل، ولا كان عندي صديقة سعودية، ولا تفرجت على مسلسلات سعودية. كنت طاش مطار، بس ما كانت عندي فرصة إني أحتك باللهجة السعودية. كيف تعلمتها ما أدري، وين جبتها ما أدري، كيف فهمتها ما أدري، كده بس كده. أوكي ما أدري. عن لبنان ما بعرف، انه هيك بحسه انه هيك في حاجات كنا نحبها وحاجات يعني كنا نحاول نحكيها بشكل مستمر، وان شاء الله صابات تصير بعدين. راي شو تعملي مقالب في ناس الشفيع وكذا؟ الصراحه انا بحب المقالب شديد، وانا زولا بحب اعمل المقالب، بس الصراحه اكتر انا ما عايزه اخسر حياتي بسبب مقلب. أكتر أكلة سودانية بتحبيها؟ أنا بحب كل الأكل السوداني، حدادي مدادي، ما عندي حاجة يعني أي شيء. بس أقول لكم حاجات، في استثناءات. الأكل اللي فيه خضار ما أنا صحية ولا أي شيء، بس الأكل حق الأمعاء، عارفين الأمعاء كمونية وكلام زي ده، حتى عصبان بشكل عام. يعني مو أنا هيك حساسة، بس لأن اللحم بتاع البلد دي فطمني من كل اللحم، صرت يعني ما أحب كذا، شكله ما حلو. أوكي، خصوصا بعد ما تشوفوا لحم الخنزير في الأسواق تصير عندكم فوبيا من كل اللحم، فصرت ما أكل لحم كثير. عندك عيال أخوات؟ أيوة عندي عيال أخوات، عيال أخت، يعني أنا خالة. أيوة أنا خالة. تخيلوا يا حظها، بس يا حظهم عندهم خالة فلة. إيش تستخدمي لبشرتك؟ حرفيا ما قاعد استخدم شيء لبشرتي يا جماعة، قاعد استخدم ايش التناقض ده؟ يعني باخذ في غسول، اوكي بعمل غسول اسمه MD Acne. لحظة نجيبه لك. اوكي انا قاعد استخدم الغسول ده، ما دعاية ولا اي شيء، لكن يعني انت برنامج بتخش بتعملي انه برنامج بتخش بتوري فيه انه انتي نوع بشرتك شنو، بتستخدم شنو، بلا بلا. فعملته وكانت عندي حبوب يعني حق الشباب وكذا، فراحت. احتمال اني صرت مني شباب بعد اليوم. نرجع للأسئلة. انت منو؟ انا عواطف. انت منو؟ عايزة اطلب منك طلب لو سمحتي فيه، بس ما تتدخلي لنا ناس في اللايف في التيك توك، احنا عايزين نتونس معك برا. ما أبغى أسأل، بس عندي سالفة، إيش رأيك تزوجيني أخوك وأنا أساعدك في شغل المطبخ؟ واصليني دايركت، صفقة جدا ممتازة. أوكي، قد سويتي مخاطرة أو مغامرة وفرحانة بالتجربة؟ أوكي، أنا من التجارب عملت تجارب كثيرة، صح عمري 20 سنة، بس يعني خبرتي بتدي إنه أكبر من كده. لا ما قصدي يعني عملت أشياء مرحة، أشياء يعني، بس دي عايزة لها فيديو برا، فلو حابيني أحكي لكم قصص قصدي يعني مغامرات، قولوا لي. كيف اكتسبتي لغتك الإنجليزية؟ طبعا تعالوا لي جاي.
اوكي سو الانجليزي انا ما تعلمته يعني من حته، تعلمته من المدرسه، وكمان تعلمته من يعني قويت الاكسنت حقتي من وين؟ من الفيديوهات، من الافلام، من MBC2، من نتفليكس. ديل كانوا حاجات جميله شديد، بيخلوا كل ما تسمع انجليزي، كل ما تتحدثي مع ناس بالانجليزي صدقيني حتعرفي تتعلمي. وفي ناس كثيرين هنا خسروا لغتهم العربية من كثر عدم الممارسة للغتهم العربية، فنسوا لغتهم الأم. تخيل لغتك الأم تنسى لغتك الأم، أمك اللغة دي تنساها. مارسوا اللغة الإنجليزية عشان شنو؟ عشان تثبت عندكم، بس ما تنسوا العربي. فهنا نرجع للأسئلة. الأسئلة دي والله كثيرة شكلها. ليش ما تسوين جولة في بيتكم الجديد؟ اوكي سو يعني تخيل بيتنا الجديد هو شقة، ما هو جدا انترستينج، يعني ما هو شيء اللي واو. اوكي وما عندنا فيه اشياء كثيرة، يعني هذه غرفتنا انا وامي عايشين فيها. هذا سرير امي وهذا سريري وانا قاعده بنصور فيديو، ما في شيء. حتى ذيك المرايه اللي جبناها يعني كانت في بيتنا القديم، ما في مكان نحطها هنا برا، فما في شيء اللي واو. بس بعد ما اصير يعني اشتري عفش، اشتري اشياء حلوه، اشتري مكتبه للمدرسه، اشتري يعني اعمل سيت اب لليوتيوب بدل الباك جراوند الممل ده، ان شاء الله هعمل لكم جوله. انتي قلتي ساميه يا ساميه، ده السؤال مكتوب كده. لا يا جماعة الخير، أنا في اللايفات اللي بعملها أنا في التيك توك، لايفات يعني بتكون عادية، بدردش مع الناس وكده. فأنا إنسانة زيكم، دايما بقلب في التيك توك وبشوف الفيديوهات وكده، فكنت أقلد يعني ترند أو صوت، أوكي رياكشن، فصاروا إنه يقولوا حلو قولي مرة ثانية، فأنا أقلد بضم وضمير. هذا دليل على إني أنا ممثلة شاطرة. period. أيوة، فكان الموضوع إنه صرت أقلدها مرة، فأدمنتوها، حبيتوها. أوكي يا جماعة الخير، أعذروني لأنه أنا دي أول مرة قدام كاميرا حقيقية وأعمل فيديو يوتيوب، فأنا حاليا خايفة من التعليقات، خايفة من أي شيء. أوكي يعني اليوتيوب شيء جديد بالنسبة لي أنا، صح شيء جديد، دايما ما قاعد أصور يوتيوب. I'm sorry. oh my god مخيفة. تاش ايش فيك شوفي لي كده. بس أصدقائي الحلوين، أحس إنه دي حتكون نهاية الفيديو، ما عايز أطول عليكم أكتر من كده. ده كان فيديو لإجابة الأسئلة سألتوني لها في الإنستغرام. لو ما عندكم الإنستغرام حقي تابعوني. وشيء تاني ما في شيء، بس أحبكم، وإن شاء الله حرجع لكم تاني فيديوهات حلوة شديد، وما حطول عليكم. وتاني حابة ننزل في تيك توك، يوتيوب، انستغرام، حكون متفاعلة، حكون معكم جدا سويت. اوكي شكرا لكم شديد على حسن المتابعة. بتمنى انكم تعملوا لايك وسبسكرايب لحياة الناس اليوتيوبر اللي بيقولوها دي. عشان شنو؟ عشان انا اتشجع، عشان انا اقدر اعمل يعني اعمل هنا. فبس والله thank you very much و I love you و see you soon.